عليكم، معكم ماجدة من قناة كروشي باي ماجدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو تحت طلب بزاف ديال السيدات، كنلقى بزاف ديال لي كومونتير في الاعمال اللي كنخدمها معكم بالحرير، اولا فيديوهات اللي كنخدم معكم موديلات ديال الحرير، قفيطنات اولا جليلبات اولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للحرير كنخدموه بحرير ديال القصبه، كيكون هو اصلا على 4 ديال الشعرات، يعني كنجرو من القصبه وكنخدمو مباشره. اولا ممكن نخدموه بالحرير المبروم اولا ديال الطرز الرباطي. هذا حرير خاص بالطرز الرباطي ديال الماكينه، كيكون كنشريو هكا بوبينه بحال هكا وكيكون فيها الخيط غير على فتله وحده اولا غير على شعره وحده. ولكن باش نخدمو بهذا الحرير المبروم ضروري اننا نضوبلوه على 4، يعني خاصو يكون بهذا السمك هذا. باش نقدروا نخدمو به خاصنا نحولوه الخيط على 4 ديال الشعرات، وهو في البوبينه كيكون غير شعره وحده. كاينين الناس في مدن كبار فاش كتمشي تشري عند مالين الخيط الحرير المبروم كتكون عنده الماكينه باش كيضوبلو، كتكون عنده الماكينه باش كيبرمولك، باش يكبولك عفوا. يعني كتمشي عنده فاش كتشري الحرير كتقول ليه عطيني الحرير، وكتقولي ليه كبوا ليا على 4 او على 3 او على 5 او القياس اللي بغيتي، وكيديروا لك في بوبينات بحال هكا. يعني المدن الكبار الناس متهنيين، كتشري الحرير وكيكبوا لك. هادشي الا لقيتي شي حد زعما عرفتي شي حد اللي عنده الماكينه كيكبو. ولكن في مدن صغار اولا كتلقاي شي حد اللي كيبيع الخيط ولكن ما عندوش ديك الماكينه باش كيكبوا الحرير اولا باش كيضوبلوه، يعني غضطري انك تخدميه بيديك. اشنو غتحتاجي بوبينات بحال هادو ديال البلاستيك، كيديروا من 10 ريال حتى لدرهم على حسب كل منطقه. هادو ديال البلاستيك كيكونوا احسن من القصبه، ولكن اللي ما قدراتش تخدم، ما قدراتش توفر على ديال البلاستيك اولا ما لقاتهاش اولا شي حاجه، تقدري تخدمي غير بالقصبه. القصبه يعني غتكبي فيها باش نضوبلوه. القصبه بزاف ديال الناس كيلقاو مشكل واحد، هو ان الحرير فاش كتبداي تجري فيه كتخدمي القصبه كدور كيبدا يخرج الحرير من الجناب، يعني كيتشنتف. الحل ديال القصبه باش ما يتشنتفش هو لاستيك. خاص يكون عندك 2 لاستيكات وكتعقديه، كتلويه على الجنب ديال القصبه، الجوانب بجوج بطبيعه الحال، من هنا ومن هنا. كديري لاستيك من هنا ولاستيك من هنا، ولا شي طريف ديال الثوب كتقطعيه طويل الا ما لقيتيش لاستيك وتعقديه من هنا وتعقديه من هنا. المهم هاد البلاصه من هنا ومن هنا خاص يكون محبوس باش الحرير ملي يكون في الوسط، ملي يكون انا كنجر فيه باش نخدم والقصبه كدور ما غيخرجش ليا من الجناب. يعني اللي ما قدراتش انها توفر على هذه كيكونوا فيها هاد البلاستيكات من الجناب من هنا ومن هنا، يعني انت كتجري ضامنه انهم ما غيتخبلش. ولكن القصبه يقدر يتخبل. هذا هو الحل ديالها وهذا هو السر ديالها. ندوز دابا للطريقه كيفاش اننا نضوبلوه غير بيدينا. الطريقه اللي غتشوفوا دابا اللي غنضوبل بها الخيط غتعطينا خيط على 3، ولكن حنا بغينا على 4. داكشي علاش حنا غنحتاجو هاد القصبه هادي. كناخذوا الخيط ديالنا وكنكبو في البوبينه، عفوا في القصبه. كنعمروا القصبه ديالنا تقريبا كتشوفوا القياس اللي غيكفينا، كنعمروها مزيان. واخا هاد الطريقه كتاخذ الوقت، يعني من الاحسن الا لقيتي شي حد اللي كيبيع لك الخيط عنده الماكينه غيوجدوا لك ما كاملاش حتى 5 دقائق غيقادوا لك احسن من هكا. هذه طريقه كتاخذ الوقت ولكن فعاله اكثر. يعني الناس اللي ما توفروش على شي حد اللي غيخدم اللي غيضوب لهم بالماكينه، اللهم هكا ولا والو. المهم انا غناخذ غير واحد الكميه اللي قليله. انتي كتعمري مزيان القصبه ديالك وغنقطعوا الخيط. هنا دابا عندنا خيط على 1 وهنا تاني عندنا خيط على 1. غنمشيو لهذا اللي في البوبينه ولاحظوا معايا الطريقه اللي غندير. هذا هو الراس ديالو، كنضوبلو على 2 بحال هكا، كنجرو كنضوبلو على 2. كنشرك الراس مع واحد البلاصه هنايا. انا خديت هنا غير طرف صغير باش يبان لكم في الكاميرا. نتوما غتحطوا البوبينه في الارض وغتجروا هاد المسافه هذه غتاخدوها طويله شويه باش ما تبقاوش كل مره تعاودوا تجروا الخيط. انا غناخذ هنا غير طرف صغير. كناخذ هاد البلاصه اللي عندي فيها 2 خيوطه كنشاركها مع الخيط الثالث اللي كيتجر من البوبينه، كيوليو عندنا 3 الخيوط. هنايا هذا هو الراس، كنعقدو واحد العقيده باش
ما يتحلش لينا، وكنبداو خدامين به. كنشدو هذا هنا. دابا عندنا 3 د الخيوط، وهنا عندنا في القصبه 1. ملي كنشركوهم كيوليو 4، يعني 3 على داك 1 اللي من القصبه كيوليو 4 بحال هكا. كنبداو خدامين كنخدموا بهاد بحال هكا، هاد 3 وهذا الرابع كنخدموا حنا خدامين به حتى كنوصلوا للبلاصه اللي فيها هاد العين هادي. صافي كيولي عندنا غير 2، كيولي 1 ديال القصبه وواحد ديال البوبينه. كنكحزوا هذا ديال القصبه، كنخليو غير هذا ديال البوبينه. اش كنديروا ليه؟ كنخرجوه، نكحزوا هذا ديال القصبه، كنخليو هذا ديال البوبينه، كنشدو هذا اللي من البوبينه حيت هو اللي طويل، كنخرجوه من هاد الخريصه هادي. نشدو هذا ونخرجوه من هاد الخريصه هادي اللي عندنا هنايا، ونخرجوا ثاني واحد المسافه كبيره. كنجروه بحال هكا، نجرو واحد المسافه كبيره اللي غنخدموا بها. وهاد البلاصه هادي اللي كتكون عندنا هكا، اكيد اننا فاش غنكونوا كنخدموا كتجبد الخيط بحال هكا، ضمنوا بانها ما غتشكلش لينا شي عيب، ما غتاثرش لنا على الخدمه، كتكون هكا مسرحه. كنبداو نخدموا ثاني. حنا عندنا هنا 3 والرابع من البوبينه حنا خدامين به. كنبقاو خدامين حتى كنوصلوا ثاني البلاصه اللي فيها هاد الخريصه هادي. كنحيدوا نكحزوا هذا باش ما يتخبلش لنا معاه، نكحزوا هذا ديال القصبه، وكناخذوا هذا ديال البوبينه كندخلوه من هاد الخرصه هادي، كنجروا واحد المسافه ثاني كبيره طويله شويه، غير باش نخدموا ثاني واحد المسافه طويله بلا ما نحتاجوا اننا نقادوه. هاد البلاصه ثاني اللي دايره هكا، اون فوا كنجروا الخيط كنجبدوه باش نخدموا به، راه ما كيبقى والو، ما كتبقى لا عقده لا حتى حاجه. وحنا خدامين وهو كيتضوبل، حنا خدامين وهو كيتضوبل. هنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هذا ماشي عمل اليوم، انما فكره او حيله من الحيل اللي كنستعملوها باش نضوبلوا الحرير على 4. وهو صراحه من الاحسن الا لقينا اللي يبيعوا لينا هكاك مضوب على 4، يعني شي حد اللي عنده الماكينه غيقادو لينا. وإلا ما لقيناش نستعملوا هذه الطريقه، واخا هي ماشي متعبه بزاف، ما كتاخذش الوقت بزاف، انما كيكون احسن الا لقيتيه هكاك واجد تخدمي به مباشره بحال القصبه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اذا كان كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم، كتحفزوني باش انا نحط لكم فيديوهات اكثر، وكذلك كنعرف الفيديوهات او النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغيو تشوفوا اكثر عن طريق لي لايك ديالكم. وكذلك دي كومونتير رايكم في الاعمال القادمه ان شاء الله، ورايكم حتى في هذه الحيله ديال اليوم او الفكره ديال اليوم. وكذلك ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عرفتوهم مهتمين بهذا الدومين ديال الكروشي او الاعمال اليدويه، او اللي عرفتوهم حتى هما باقي عندهم مشكل ديال كيفاش يضوب الخيط على 4. اما بالنسبه للناس الجدد معنا في القناه، فما تنساوش انكم تنضموا لينا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كيكون اسفل الفيديو، كذلك تفعيل الجرس. هذه كنقولها حتى للناس اللي ديجا مشتركين وما مفعلينش الجرس، هذه خاصيه من خاصيات اليوتيوب. ضروري اننا نحترموا القوانين، ضروري اننا نفعلوا الجرس باش يوصلنا النوتيفيكاسيون او اشعار باللي حطيت فيديو جديد. ما غيوصلكمش نوتيفيكاسيون الا ما كنتوش مفعلين داك الجرس، فضروري انكم ترجعوا تشوفوا واش مفعلينه او لا مازال. ومن هنا الفيديو الجاي كنبغي نقول لكم خليت لكم راحه البال، وبسلام عليكم.